فيلمنا النهارده بيبدأ بقط اسمه بوس، واللي بنعرف انه ملقب بالقط الحذائي، وبنعرف ان القط ده كان عليه احكام كتير ومحبوس، لكنه قدر انه يهرب من السجن. وهو بيهرب قدر انه ياخد خاتم مجازمة الحارس، وبيمشي بالراحة لحد ما الحارس بيحس بيه، وساعتها بتبدأ خناقة عنيفة ما بينهم. لكن في الاخر بيقدر بوس انه يهرب منه، وقتها بيقول انه اخيرا جاله فرصة تانية علشان يحسن صورته قدام الناس ويرد شرفه. اول حاجة بتيجي البوس يعملها انه يروح للقرية بتاعته اللي بنعرف ان اسمها ريكوردو، وهناك بيلاقي بوس احتفال بالفيجو، وده احتفال سنوي بيعملوه اهل القرية وبيستخدموا فيه العاب ناريه كتير. وهناك بيكون بص هدفه ان هو يروح الاحتفال ويشرب كاسين لبن علشان ينسى الايام اللي فاتت. وفعلا بيروح بص بار بتاع القريه بتاعته، اللي اول ما بيدخل هناك بتبدا الناس كلها تتريق عليه، وده لانه قطه بس لابس بوت. لكن بص ما بيكونش مهتم، وبيروح لعامل البار وبيقول له انا عايز اشرب كاسين يلا. فبيقعد عامل البار يتريق عليه، بيطلع بص المطوه وبيسيب الورقه الموجوده على الحيطه، واللي بيبقى مكتوب فيها ان القط بص ده خطير قوي وفاجر جدا ومطلوب للعداله. ولما موجودين في البار بيعرفوا ان الحكومه عامله مكافأة عليه. حرك واحد منهم وهو ماسك سكينه من الظهر بص وبيحاول يموته، لكن وقتها بص بيبص له بصه كده وبيهدده وبيقول له ان انا مش جاي اعمل لك مشاكل، وان هو عايز يشرب اللبن بتاعه في هدوء. وبيقول لهم ما تعرفوش مثلا اي مصلحه اعملها؟ فبيقولوا ان في واحد اسمه جيكو جين، ودول بيعملوا كل المصالح، وان عندهم حاجه اسمها الفول السحري. فتلمع عين القط بص لانه طول عمره نفسه يلاقي الفول السحري ده، وبيبان ان بص لسه شاكك في كلامهم لانه مش واثق فيهم، لحد ما واحد منهم بياكد له ان هو شاف الفول السحري معاه قبل كده، وبيعرف ان الفول ده بيتزرع جنب القلعه السحريه، وان هناك ممكن برضه يلاقي البطه اللي بتبيض ده، وانه لو لقى بيضه ذهبيه هيتروق عليه وهيغير حياته كلها. وبيفضلوا الموجودين يتكلموا وبيقولوا ان القط ده هلس، وانه مش هيقدر يعمل اي حاجه، وانه مش هيقدر على جيك وجي، ولا حتى يقدر ياخد منهم الفول السحري، دول وشهم يقطع الخميره من البيت. ما بيسيبوش حد في حاله، وبيظهر الزوجين دول وبيبقوا عاوزين يروحوا فندق علشان يناموا هناك، بيكونوا تعبانين من السفر وبيوصلوا الفندق على الطريق، وبتكون موظفة الاستقبال خايفة جدا وبتسوي المفتاح بمنتهى البساطة وبتهرب، وتشوف بعدها في أوضة الفندق وهي بتحلق له ودان وسكسوكته. ويبدأ جيك يتكلم معاه ويقول لها إن هو عاوز يبطل سرقة ويخوف الناس، وإنه عاوز يخلف ولد صغير بمجرد ما مشروع الفول السحري يخلص. لكنها ما بتكونش سامعاه لأنها كانت مصرة إنها برضه عايزة تسرق، ومقررة إنها مش هتبطل أبدا موضوع السرقة. وبنرجع تاني البوس اللي بيعرف مكان جيك، وبيكون قرر إن هو يروح لهم علشان يسرق منهم الفول السحري. ولما بوس بيوصل الفندق وبيدخل الأوضة وبيلاقي الفول السحري موجود فعلا، ولما بيقرب منه بيلاقي قط تاني هناك وبيحاول إن هو يوصل للفول السحري، وبيبدأ يتخانق معاه، ويبدأ القط ده يحذر بوس من إنه يقرب ليه وإلا هيقضي عليه. ولكن بيتعصب القط ده ويبوظ عليه الموضوع كله. لما بيحاول يتكلم معاه فجأة بيدخل جيك وجين وبياخدوا الفول السحري وبيبداوا يضربوا نار على بوس والقط التاني. فبيهرب القط الغريب ده وبيسيب بوس وبيفضل يطارده عشان يبقى عاوز ينتقم منه، لانه بوس وصل مهمته. بيفضل بوس يطارد لحد ما بيقع في نفق، ولما بيوصل اخر النفق بيلاقي نفسه في مكان بيجمع كل القطط الشوارع، وهناك القط بيتحدى في الراس وبيبان مهارته لحد ما بيطلعوا السيوف بتاعتهم وبيبداوا يبارزوا بعض ببارزه حقيقيه. لكن بوس ما بيلتزمش بالقواعد وبيضرب القط بالجيتار، وساعتها القط بيخلع القناع بتاعه. بيكتشف بوس انها طلعت قطه اسمها كيتي، واللي بتمشي وبتسيب بوس اللي بيكمل وبيروح وراه عشان يعتذر لها، وده لانه ضربها. ولما بيروح بص عشان يدور عليها بيشوف صديق قديم ليه اسمه ويلي، واللي هو بيقول ان هو اللي بعت كيتي وراه علشان تمنعه من مهمته السرقه، ده لانه هو عايز يسرق الفول قبله. فبيتهم بوس بالخيانه وبيكون عاوز يموته، بيهدي همبتي وبيهديهم وبيقترح عليهم ان هم يتحدوا بعض ويشكلوا فريق، وبيقول لهم ان هم مع بعض هيكونوا اقوى ويقدروا يوصلوا للبطه الذهبيه والفول السحري. لكن توس بيرفض وبيسيبهم وبيمشي، وبتروح وبتقول له انها هتروح تقنعه. وفعلا كيتي بتروح له وبتقول له ان هي مع بعض يقدروا ياخدوا الفول السحري ويسيطروا على القلعه. حتى البطه اللي بتبيض بالدهب تجيب منها دهب، ولكنها بتصمم وبتحاول تقنعها تاني وبتقول له ان هو هيعمل ده علشان يعوضها، وده بعد ما ضربها بالجيتار. وساعتها بيقول لها ان هو مش عاوز يروح مع هيمبتسي ده لانه شخص خاين. ولما ما كانتش فاهمة حاجة بيبدأ يحكي لها القصة، وهو كان صغير وده راح لدار أيتام، وهناك قابل أميليا ودي اللي بتستلمه في الدار وبتعتني بيه وكأنه ابنها. وفي يوم من الأيام بتعرفه إيميلي على شخص اسمه هيمبيس اللي كان دايما الأطفال بيضايقوه لأنه شبه البيضة، بيلعبوا بيه وبيعملوا بيت مدحرج، لكنه كان دايما بيدافع عنه لحد ما حصل ما بينهم صداقة كبيرة. وبيكون هيمبتي دايما خياله واسع وبيتخيل حاجات كتير. وفي يوم من الأيام كان بيقعد هيمبتي مع بوس يفضلوا يبصوا للسحاب ويحلموا مع بعض باليوم اللي يقدروا فيه إن هم يعملوا فلوس جامدة قوي، ده عن طريق الفول السحري والبطة الذهبية. بيفضلوا يتخيلوا لو قدروا ياخدوا بيضة واحدة بس ده هتغير حياتهم كلها، ويفضلوا طول عمرهم مبسوطين ومروقين على حالهم. وساعتها بيتعاد بوس وهيمبتي إن هم يدوروا على الفول السحري ده، وفعلا بيخرج بوس علشان يدور على الفول السحري. بيظهر إنهم دايما بيعملوا مشاكل لحد ما إيميليا بتحبسهم. وفي يوم بيكون بوس وهمبتي قاعدين على السطح، وبيرمي همبتي حجرة على العربية اللي قدامه وبيخبط الحجر في القفل وبيقدر يفتحه وبيفتح باب العربية.
اللي بيطلع منها طور، والطور ده بيكون مجنون وبينط في الشارع وبيعمل حاجات بنت لذينه، بيقرب على ست عجوزه علشان يخبطها، وساعتها بص بيمسك الطور من قرونه وبيقدر انه يوقعه، وساعتها بيشوفوا اهل القريه كلهم وبيحتفلوا بيه وبيقعدوا يغنوا له، وبتدي ايميليا ليه موت هديه، فبيوعدها بص انه هيخليها فخوره بيه. ومن ناحيه تانيه بيظهر هيمبتي بيعمل حاجات غلط كتير وبيتسجن، وبيروح لبص وبيقول له طلعني من السجن، وبيقول له ان هو وقع في مشاكل كبيره، فبيروح معاه بص بسرعه علشان يساعده. ولما بيوصلوا بيكتشف بص ان هو كان سارق بنك وهو ما كانش يعرف، وده عرفه من عن طريق الجنود اللي بيشوفهم وبتحاول تطاردهم، فبيهرب بص وهمبتي وما بيكون متعصب جدا لان همبتي ورط بص في مشاكل كتير وهو ما يعرفش اصلا. وفي الطريق بتتقلب العربيه بتاعتهم وبتوع كل الفلوس في النار، وبيقع همبتي على ظهره وما بيعرفش يعمل حاجه لانه بيضه متدحرجه، وقتها بص ما بيساعدوش وبيقول له ان هو اللي عمل كده في نفسه، وان هو بقى يتعرض لخيانته. وبيفضل بص يفكر يقول لنفسه ان هو خذل ايميلي وكل اهله، وده علشان هما كانوا واثقين فيه وبيحبوه، وكمان خسر شرفه وسمعته. لما بيخلص بص الحكايه بيلاقي كيتي نامت جنبه، وساعتها بيظهر وبيعتذر لبص على كل حاجة عملها، وبيعترف انه فعلا كان السبب في انه يخسر صورته وسمعته قدام الناس، وبيطلب منه فرصة أخيرة علشان يساعده ويرجع له شرفه قدام الناس مرة تانية. فوافق بص انه يساعده عشان خاطر ايميلي، وبيقرر بص وكيتي هما اللي هجوموا على العربية بتاعت جاك وجين اللي بتكون ماشية في الصحراء، وبيدخلوا العربية ولكنهم بيلاقوها مليانة خنازير صغيرة بيربوها. ولما بيبدأوا يدوروا فعلا بيلاقوا الفول السحري، بياخدوا منه 3 حبات، ولما بيجوا يهربوا بيدوسوا بالغلط على ديل الخنازير اللي بتطلع أصوات عالية. وساعتها بيعرف جاك وجين ان هم معاهم حد في العربيه، وبيقرروا ان هم يروحوا ناحيه الصوت علشان يخلصوا على صاحب الصوت، لكن كيتي بتكون اسرع منهم وبتربطهم، وبيركبوا هم عربياتها علشان يمشوا بسرعه ويروحوا ناحيه المكان اللي فيه البذور. وفي الطريق كيتي بتحكي لبوست ان هي حكايتها وان هي كانت قطه متدلعه بس الناس عملوا فيها حاجات مش لطيفه، وده لما قصوا ضوافرها وشالوا مخالبها. ولما بيوصل الفريق للمكان اللي زرعوا فيه الفول السحري بينزل بوس وكيتي من العربيه، وبيروح عليه بص وبيديله الفول علشان يزرعه هو علشان يسترد شرفه وسمعته، وبيبدأ بص يحط البذور في الأرض، وفجأة بتقرب عليهم عاصفة قوية بتضرب البذور، وساعتها بيطلع من الأرض نبات صغير، وبيفضل النبات ده يكبر لحد ما بيروحوا كلهم مع فوق للسحاب، وبيظهر بوس وكيتي اللي بيبقوا مبسوطين جدا بالسحاب ده وبيفضلوا يلعبوا عليه. وبعدها بيشوف بوس وهيبتي القلعة الأسطورية اللي موجودة فوق السحاب واللي بيبقوا كلهم مبسوطين بيها ومبهورين من شكلها، وبيقرروا إن هم يدخلوها، يبدأوا يتسللوا جواها علشان يستخبوا من الوحش الأسطوري اللي بيكون مهتم إنه يحمي بطه الكتاكيت الذهبية، واللي بيكونوا خايفين جدا منه لأنه بيحاول أي حاجة يبص عليها الحجر، وعشان كده بيتنكر هنت ببيضة ذهبية، وبيفضلوا يفكروا في طريقة تعودهم لمكان الكتاكيت الذهبية لحد ما بيلاقوا إزاز، وبيستخدموا الغطا بتاعها علشان يطيروا للناحية التانية اللي فيها الكتاكيت. ولما بيوصلوا بيلاقوا كتكوت صغير بيبيض بيضة دهب، فبياخدوها وبيعدوا بيها الناحية التانية، وهما بيظهر الوحش الأسطوري يضربهم وبيوقع كيتي من على المنحدر، وبتكون خلاص هتموت، وساعتها باس بيشوفها وبينط وراها وبيقدر إنه ينقذها، وبيعرفها بعدها إن هما يهربوا من القلعة يستخدموا ورقة شجر عشان ينزلوا بيها تاني على الأرض. لكن المشكلة إن في كتكوت بينزل معاهم، وأول ما الفريق بينهار النبات العملاق بيقعد بص لكيتي وهيبتي وبيحتفلوا طول اليوم بالبيضة الذهبية، وتروح كيتي وبتقول لي بص إنها مبسوطة وممتنة ليه لأنه ما سابهاش تموت وخاطر بنفسه عشان ينقذها. وقبل ما بتكمل كلامها بيمسك بوس كيتي وبيرقصوا معاه وبيقول لها إن هو بيحبها، وبعدها بيناموا كلهم. وفجأة بيظهر جيك وجين اللي كانوا بيتعقبوا أثرهم في الصحراء وبيضربوا القط بوس لحد ما بيفقد الوعي. ولما بيفوق بوس بيلاقي نفسه محاط بغربان كتير، فبيبعدهم عنه وبيدور عليهم لكنه مش بيلاقيهم، وساعتها بيفهم ان هم اتخطفوا وبيركب بوس على الحصان بسرعه علشان يلحقهم وينقذهم. لما بيوصل في فصل القريه بيشوف ورق متعلق ومكتوب عليه ان هو مطلوب للعداله، وهناك بوس بيشوف جيك وجين وهما بيحتفلوا كلهم سوا، بيكون بوس مش مصدق اللي بيحصل، وساعتها بيقول له هيمبت انه كان مخطط للي بيحصل والعمليه دي من اول، وانه كان مخطط لكل حاجه، وان القطه كيتي شغاله لحسابه، وانه عمل كل ده وهو في السجن. بيتفاجئ بوس لما بيلاقوا حراس كتير متحوطين حواليه بيساله انت ليه خنتني للمره التانيه رغم ان انا وثقت فيك، فبيقول له عشان انت سبتني ومشيت ولما اتقبض عليا، وانه ما قدرش ينسى اللي هو عمله فيه وبيبقى عاوز ينتقم منه، وبيجروا الحراس كلهم علشان يقبضوا عليه على سرقه البنك، فبيطلع بص السيف بتاعه وبيبقى عايز يقتله، لكن فجاه بتظهر ايميلي وبتقول له كفايه علشان ما يحصلكش اي مشاكل اكتر من كده، فبيستسلم. بيلاقي نفسه محطوط في القفص. لما بيلاقي الزنزانه بيقول له الحارس انه مش هيطلع من مكانه ده تاني للابد، وهناك بيلاقي راجل عجوز واللي بيقول له ان هو يعرف شيستي ده لانه كان معاه في السجن زمان وسرق منه الفول السحري، وبيحذروا الراجل العجوز ان هو لو استخدم الفول السحري ده الدنيا كلها هتخرب، وده علشان الوحش الاسطوري اللي هناك هي البطه الذهبيه اللي هتيجي وتدمر كل حاجه وهتقتل الاطفال. وساعتها بوس بيتجنن وبينادي على الحارس علشان يخليهم يوقفوا المهزله دي، ولما بيدخل الحارس بتكون مستخبيه كيتي وبتموته وبتقعد تضرب فيه وبتدخل على بوس وبتقوله انها اسفه على كل اللي حصل بس هو اللي كان مستخدمها، وبتعترف له ان هي بتحبه جدا. بس فجاه بيدخلوا الحراس لكن هم بيبقوا اسرع من الحراس وبيقعدوا يضربوا في الحراس،
وبيهربوا وبيروح بص على المناره بسرعه وبيلاقي هيمبتي وبيساله انت ليه عملت كده، وبيقول له ان البطه الذهبيه هتيجي وتدمر القريه كلها وانت ليه عملت في دار الايتام اللي اتربيت فيها. وساعتها بيقول له ان هو ما يهموش لا دار ايتام ولا نيله ولا بتاع، بيقول له ان لازم يساعد قريته ويكون بطلهم الحقيقي. وفجاه بتظهر بطه عملاقه بتقعد تفشخ المدينه، وساعتها بيحس هيمبتي بالذنب وبيقرر انه يبقى بطل القريه، وبيقوم رابط نفسه مع الكتكوت في طياره عشان تشتت انتباه البطه، وساعتها بيسحبها بره القريه. وفعلا بينجح في ده وبيمسك البطه الذهبيه ويحاول يوجهها عشان تطلع بره القريه، لكن فجاه بيظهر جاك وجين وبيبداوا يهاجموه هيمبتي عشان ياخدوا منه الكتكوت. ولكن فجاه بتظهر كيتي اللي بتقعد تضرب فيهم وبتقعهم هم والعربيه، وبيكمل هيمبتي لحد ما بيوصل لخارج القريه. ووقتها بتوصلهم البطه وبتمسك الحبل اللي بيبقى يمسكه هيمبتي والكتكوت وبتسحبهم معاه، وما بيكونش بوس راضي ان هو يسيب هيمبتي، وبيجري وراهم وبيمسك الحبل وبيقع بوس هو كمان وبيقول له هيمبتي انه يسيبه، انه ايه الحبل هيبقى تقيل عليهم، وبيقول له انقذ الكتكوت والا البطه هتدمر القريه كلها. لكن بوس بيرفض وبيقول له انا مش هتخلى عنك. وفجاه بيقرر هيمبتي انه يسيب الحبل وبيقع بوس وبينقذ الكتكوت وبيديله البطه، ولما بيقع هيمبتي بتتكسر قشرته. وفجاه بنكتشف ان هيمبتي ده اصلا بيضه ذهبيه. وفجاه بتيجي البطه وبتاخد الكتكوت وبتروح للقلعه الاسطوريه، وبيرجع بوس هو بطل القريه من تاني وبيحتفلوا بيه كل الموجودين هو وكل اللي يعرفهم. وبيظهر بعدها روح هيمبتي في السماء. فيلمنا النهارده بيتكلم على قط مشهور اسمه بوس، واللي الناس بتشوفه قط اسطوري، واللي بيكون عامل حفله كبيره وعمال يغني ويرقص ويبقى فيها معزوم كتير جدا، وبيقاطعهم العمده اللي بيكون لسه راجع، اللي بيعرف ان بص عامل الحفله الرايقه دي عنده في البيت. ساعتها بيؤمر الحراس بتوعه ان هم يمسكوه، لكن بوس بيقدر يهرب منهم بكل سهوله. في الوقت ده بيصحى وحش عملاق بيكون نايم، وبرغم انه بيكون وحش فاجر وعملاق بس بوس فاجر افجر منه وبيقدر يتغلب عليه، والناس بتكون فرحانه بيه وعمالين يهتفوا باسمه. وفجاه بيقع جرس على دماغ بوس واللي بيغمى عليه، وبعد شويه بيفوق بوس وبيلاقي نفسه عند دكتور القريه وبيفهمه انه شغال في كل حاجه، طبيب وحلاق ودكتور اسنان، وبيقول له انت تعبان ومحتاج تستريح وبطل بقى الحاجات الخطيره والمطاردات والكلام ده. بس بوس بيقول له انت ما تقلقش انا فاجر واعمل اللي انا عايزه، ده غير ان انا بسبع ارواح. فبيساله الدكتور طب مات منهم كام روح على كده، وبيقول له بص انا مات مني كتير قوي قوي في الارواح. بيقول له بص انت كده كده 8 مرات وان فاضل مره وهتموت بعدها. وبيقول له بص استقيل بقى واستريح شويه وفاهم مغامرات وبتاع. وبيقول له بص في واحده اسمها ماما انا هديك الكارت بتاعها. وبيقول له بص روح لها وهي هتعاملك معامله كويسه قوي لانها بتحب القطط، وتعامل بقى لانك قطه عاديه وكفايه قطه شرس والكلام ده. لكن بص بيتضايق جدا وبيقول له انا مش هعمل الكلام اللي انت بتقوله ده. بعدين انا قط حذائي وقط بسبع ارواح وتسع ارواح. بعدها بيروح يشرب مشروب وبيقابل هناك ذئب بيقعد جنبه، وبيقول له الذئب ان هو معجب بيه جدا ومفرحان بيه جدا جدا، ده غير ان هو عارف ان هو بطل. وبيقول له ايوه انا عارف بس انت مين يعني. بيقول له بص انا صايد جوايز بدور على الناس اللي على راسها فلوس عشان اقبض عليها واسلمها واخد الفلوس دي لنفسي. وبيوري له الاعلان ان هو اللي بيقبض على بص ده بياخد فلوس كتير قوي. وبيقول له بص انت مش قدي، بس بسرعه بيبتدوا يقاتلوا بعض. وبيتصدم بص ان هو الذئب ده قوي جدا جدا، وبيقدر الذئب ده ان هو يهزم بص بكل سهوله. وساعتها بص بيحس بخوف ويحس انه مرعوب جدا وبيتعور وبيحس انه خلاص اتهزم. وفجأة بيحس ان هو ضعيف جدا وبينسحب من المكان ده. بيقول لنفسه خلاص بقى بلا قط حذاء بلا قط بتاع، انا خلاص راحت عليا، خلاص هروح لماما نونا واعيش معاها كقط اهبل عبيط. وبيقلع الهدوم اللي هو كان شايف نفسه فيها بطل وبيعيش عادي زي اي قطط، وبيقول لنفسه ان خلاص الصيت بتاعه ضاع وانا بحارب الذئب. وبيخبط على ماما نونا وهي بتاخده وبيكون عندها قطط كتير جدا، وبتعرفه ان هو يعيش معاهم وياكل من اكلهم ويشرب من شربهم وينام من نومهم. وبيكون متضايق جدا لان هو شايف نفسه احسن من كل القطط الموجوده دي. ومن ناحيه تانية بنشوف بنت وهي اسمها جولدي ومعاها 3 دبب، وبتقدر ان هي تتحكم فيهم وتخليهم كانها عيلتها، وبتبدا ان هي تقول لهم ركزوا على بصمات بص علشان تعرفوا مكانه. وفعلا بيقدروا يحددوا مكانه ده عند ماما نونا، وبيضطروا ان هم يهاجموا كل اللي في المكان. وبيبدا بص يستخبى هو وقطه ماما نونا تحت الترابيزه، وبيقول له ان هو كلب بس عامل نفسه قطه عشان مش لاقي مكان انام فيه. بص بيبدا يتفرج على القط وهما بيعذبوا ماما نونا وبيبقى كله بيتعذب. فجاه ماما نونا الدب بيمسكها وبيقول لها يا بنت انت الواد اللي هو اسمه بص ده فين دنيته. وبيفتشوا في كل القطط حتى بص نفسه، لكن محدش بيعرفه عشان هو متبهدل ومتوسخ ومتنايل بنيل عشان مش لابس حذاء ولا لابس لبس ولا عامل اي حاجه. وبعد ما بيخرج وراهم بص، وده علشان يعرف هم عايزين ايه منه. فعلا بيسمعهم وهو بيتكلموا على نجمة الأمنيات، وبتقول لهم من غير القط الحذاء مش هيعرفوا يوصلوا للنجمة دي، لأن الخريطة مع جاك هورنر الوحيد اللي هيقدر يسرقها منه هو بص. ولما بص بيسمع الحوار ده بيقول إن هو لازم يروح يسرق الخريطة عشان يرجع أرواحه التمانية. وفعلا بيخرج هدومه وبيبدأ الكلب يساعده، بس بص زي العبيط بيقول له ان هو مش هياخده معاه علشان هو بيقدر يعمل كل حاجه لوحده، وده لانه هو قط حزام. وبيتفاجئ معاه بعد كده ان الكلب جاي وراه يعني، وجايب له عصايه بدل السيف اللي ضاعت منه. وبيفضل بص مراقب بوابه المصنع بتاعه جاك، وبنعرف ان جاك واد متدلع كده وبيحب السحر والالعاب السحريه زي البساط الطاير بتاع علاء الدين والطائر العنقاء الصغير.
وفجأة بوس بيراقب جاك لحد ما بينشغل بحاجة وبينط بص على الصندوق وبيفتحه عشان ياخد منه الخريطة. وساعتها بيتفاجئ بص ان في قطة موجودة في الصندوق، ولما بيشوفها بيلاقي ان هي كيتي وبيقول لها يا كيتي وحشتني يا كيتي، ايه اللي جابك يا بيت؟ بتقول له ان هي جايه تسرق الخريطه زيه بالظبط. وبنعرف ان بوس وكيتي عارفين بعض من زمان، لكن في الوقت ده بقى كله بيظهر بقى بالدب مش عارف عصافير بالبتاع، وكله ايه عايز ياخد الخريطه، لكن جاك مش بيسمح لهم ان هم ياخدوها. اللي بيتفاجئ ان الخريطه اصلا معاهم، وبيفضلوا كلهم يطاردوا بعض ويضايقوا بعض لحد ما بوس وكيتي بياخدوا البساط السحر وبيطيروا. لكن بوس بيلاحظ ان الذئب ده عمال يبص له. بعدها بنشوف جاك عمال يجمع الحاجات السحريه بتاعته وبيحطها في الشنطه، وبيجمع فريقه كله عشان يطارد بوس وكيتي. وفي الوقت ده بيكون بوس وكيتي بيفتحوا الخريطه، وده علشان يعرفوا مكان النجمه فين بالظبط، وبيعرفوا ان هم لازم يروحوا على الغابه المظلمه. ولكن بعد شويه بيوصلوا هناك وبيفتحوا الخريطه، ولكن فجاه بيكتشفوا ان الخريطه دي بتتغير على حسب الشخص اللي ماسكها. يعني اول ما بوس مثلا بيمسك الخريطه بيلاقي ان المكان بيتغير من حواليه وبقى في نار وبراكين، وبيلاقي ان هو لازم يعدي من وقت الموت وحاجات خطر كلها. بيتقرر كيتي ان هي اللي تجرب، لكن ساعتها المكان كله بيتغير وبيظهر مستنقعات واماكن خطر برضه. واول ما الكلب بيجرب حظه هو كمان ما جت عليه، فجاه المكان بيتغير لحلويات وشوكولاتات ومكان دلع. وبيقرروا ان هم يمشوا على الوصف بتاع الكلب لانه امان ليهم. واثناء ما هما بيتكلموا بيشوف ان جولدي والكلاب اللي معاه وصلت، بيقول لهم بوس لازم نجري بسرعه. وبيجروا فعلا لحد ما بيوصلوا المكان فيه زهور عملاق. بوس وكيتي بيفضلوا يضربوا في الزهور وبيقطعوا فيها، وكل ما بيجوا يقطعوا فيها بتفضل تظهر وتظهر وتظهر وتظهر، تحس ان هي ما بتنتهيش لحد ما بتمسك كيتي وبوس بتبقى خلاص هتخلص عليهم. وبيكتشف الكلب ان هم لو شموا الزور دي هتسمح لهم يعدوا، وفعلا بتفتح وبتخليهم يعدوا. فعلا بيعملوا كده مع كل الزور لحد ما بيعدوا منهم كلهم. وبعد شويه بنشوف جاك وهو بيأمر الكل اللي معاه ان هم يقطعوا الزور دي، لكن بيقول جاك ان الازهار قويه جدا بتخلص على عدد كبير قوي قوي من رجالته. وبيخرج جرادة سحرية من جيبه عشان تخلص على الزور دي، ولكن الجرادة دي بتقول له بس يا عبيط بلا حشرة سحرية ولا بتاع، انا كده كده جرادة حاكم، يعني كل وظيفتها ان هي تقعد على كتفه عشان تتحكم في افعاله مش اكتر. وبيخرج طائر العنقاء من الشنطة علشان يحرق كل حاجة، وفعلا بيستخدمه وبيحرق بيه كل حاجة. وبيمشي جاك هو وباقي من فريقه للمكان اللي فيه بوس وكيتي، وبيمسك الكلب بتاعه رهينة، بيقول لهم يا تسلموني الخريطة يا اعمل لكم الكلب ده حواوشي. ولكن فجأة بتظهر كوتي هي والدببة اللي معاه، وبيقولوا له احنا عايزين الخريطة بدل ما نعملك كفتة وانت عجل كده متختخ. وبيقول انا مش فارق معايا حاجة اصلا، واللي انتوا عندكم اعملوه. وساعتها الكلب بيقدر يهرب منهم، وبتبدأ معركة شديدة قوي، كل واحد طماع وعايز الخريطة لنفسه. وفجأة بيظهر الذئب اللي بيطارد بوس، وبوس وقتها بيخاف منه جدا وبيجري، وبيفضل الذئب ده يجري وراه عشان ما بيبقاش فاهم هو ليه بيجري منه. وكيتي كمان بتجري عشان تلحق بوس. يلا بقى كله بيزيد تعرف هو بيهرب من ايه. وفعلا الكلب بيلحق بوس وبيقول له انت ليه بتهرب كده وبتجري وايه اللي بيحصل. وبيقول له على فكره في ذئب بيجري ورايا، انا مش عايز اقول لك كده عشان مش هتصدقني، علشان زمان بوس ضحك على كيتي في مهمه وهرب ساعتها وهي مش هتثق فيه ولا واثقه فيه اصلا، ودلوقتي انا خايف اضيعها من ايدي مره كمان. وقتها تكون كيتي وصلت وسمعت كل حاجه، بتقول له بص انا انا معاك في اي حاجه، وبتقول له ان الخريطه دلوقتي مع جولتي ولازم ندور عليها. وقتها الكلب بيقول ان احنا هنسمي الفريق بتاعنا احنا الثلاثه اسمنا حماده. وقتها بيكون معاه الخريطة وبدأت تتغير عشان تعرفها مكان النجم، وبتتمشى معاه دببة بقى عشان يشوفوا البيت اللي الدب ده كان عايش فيه. بيستغربوا هو البيت بتاعهم ايه اللي جابه في الغابة وايه اللي هم عم يعملوه ده، وبيبداوا يدخلوا يقعدوا فيه ويرحرحوا لان البيت كان وحشهم جدا. ومن الناحيه التانيه بنشوف بوس وكيتي وهيبي وهم ماشيين في الغابه، وده لحد ما بيوصلوا للبيت اللي فيه جولدي والدببه، وبيقدر بوس يتسلل وبيقدر يسرق الخريطه منه. لكن جولدي بتتفاجئ لما بتلاقيش الخريطه على الترابيزه، وبتقول لهم يلا روحوا دوروا على الخريطه بسرعه. وبيقعدوا يفتشوا في البيت على امل ان هم يلاقوا الحرامي، وفعلا بيلاقوا بوس ويمسكوه، لكن كيتي بتتدخل وبتنقذه، وبتبدا الخريطه تتغير وتاخد المكان بتاع كيتي. ولكن جولدي بتقاطعها وبترمي العصايه عشان تقدر تمسك الخريطه، وبيبداوا كلهم يحاربوا بعض لحد ما بوس وكيتي بيقدروا ان هم يهربوا. بس المشكله ان هم ما بيلاقوش الخريطه معاهم، وفجاه بتظهر براد بتحكس بوس بعيد خالص عن كيتي، وبيقول لها بوس روحي بصي انقذي الكلب وانا هستناك هنا وادور على طريق اخرج بيها. وفي الوقت ده صاحبهم بيكون مع بوستي والدببه، وبيكونوا حاطين فخاخ عشان لما بوس يرجع ينقذه. بتظهر كيتي وبتقدر تبدل الكلب بخشبه تانية مكانه، وبيقع كوتي ودببه في الفخ وبتاخد الكلب وبتهرب. ومن الناحيه التانية بيظهر كل الارواح السابقه بتاعت بوس، وبيسمع صوت الذئب جاي عليه علشان يقتله زي كل مره. اللي بيخاف من الذئب وبيبقى عايز يمشي، وبيقول له الذئب انت مهما هربت اعرف اجيبك مره تانية. بيفضل بوس يجري لحد ما بيلاقي نفسه في المكان اللي فيه النجمه، ولما كيتي بتشوفه بتفتكر ان غدر بيها زي المره اللي فاتت عشان ياخد الامنيه لنفسه، وبتقول له انت اناني ومش هتفكر غير في نفسك بس. لكن بوس بيعترف
لها ان دي اخر روحه هو عايشها، وان لازم يتمنى ان الارواح التانيه ترجع له. وفجاه بيظهروا كولد والدبابه وبيظهروا مره تانيه، وبيفضلوا يحاربوا كلهم في بعض لحد ما بيظهر الذئب، وبيعزلوا كلهم عنه، وبيقول لهم انا عايز بوس لوحدي، وبيقول له انت هتحارب ولا تهرب زي كل مره، وبيقول بوس طالما كده كده دي اخر روح فانا على الاقل اموت راجل واموت قط راجل. وفعلا بياخد السيف ويفضل ينط على الذئب ويحارب ويعمل جو من الاكشن بتاع السقا. وفعلا المره دي بيكون عنده اراده اللي بيقدر انه يهزم الذئب اللي ما بيقدرش يكمل القتال. بيقول له بص انا جيت على اساس واحد مغرور لكن انت طلعت بطل، وعشان كده انا هسيبك مش هحاربك. وبيكونوا فاكرين ان كده خلاص كل حاجه خلصت، وبيتفاجئوا ان جاك اتحول لعملاق وبيحاول ياخد الخريطه. والمره دي كلهم بيتعاونوا مع بعض عشان يهزموا جاك، وبيقدروا يهزموه وبيتكسر المكان بيه. وفجاه الكل بيهرب بفريقه، وبيقول بوس بعدها انه كان نفسه يعيش حياه كبيره لكن دلوقتي هو فرحان بحياته، وهو ما بقاش محتاج اي امنيه لانه يعيش حياته مش خايف من اي حاجه. وبتقول كيتي ان هي فرحانه انها لقت شخص تثق فيه من غير ما يبقى ليها امنيه. وبالنسبه لفريق الاصدقاء فبيسافروا مع بعض وياكلوا مع بعض ويعملوا كل حاجه رايقه مع بعض. وبكده يا جماعه تكون خلصت القصه. اتمنى منكم اللايك والاشتراك والمتابعه.